تعالى بقى احكي لك قصة الهدف السادس للنادي الاهلي. ما هو ده يتقال عليه قصة هدف. الهدف السادس ده لازم يتقال عليه قصة هدف، ولازم ياخد حقه اعلاميا، لان اللقطة دي اللي حصلت مش هتلاقيها، او الهدف ده مش هتلاقيه غير في النادي الاهلي بس. طبعا النادي الاهلي النهارده احرز 6 اهداف كلهم من العاب وتجانس وتفاهم، حاجة كده ما بنشوفهاش بقالنا كتير في النادي الاهلي. الهدف السادس الكرة، امام عاشور استلم الكرة من نص الملعب، لعبها لمروان عطية. مروان عطية كان عنده رؤية فنية، قام لاعبها لمين؟ لحسين الشحات اللي بقى منفرد بالمرمى تمام. بدل ما يحطها هو في الجون، مع انه هو بقاله كتير ما بينزلش يا جماعة، وبقاله كتير ما بيشاركش، يلعبها لمين؟ لامام عاشور اللي متساوي مع اسامة فيصل و... وناصر منسي في عدد الاهداف، 12 هدف لكل منهما، عشان يحط هو الهدف ال 13 في لقطة انكار ذات. ده ان دل يدل يا جماعة ان احنا عندنا منظومة على قلب رجل واحد. هو ده اللي منجحنا، وهو ده اللي فارقنا عن اي حد. احنا عندنا الكيان ده والشعار ده فوق اي حد. ما عندناش حد فوق الكيان ابدا. كلنا على قلب رجل واحد. تعال نتفرج على الهدف كده. زي ما انت ما شايف، امام عاشور استلم الكوره، لعبها لمروان عطيه. مروان عطيه بيديها لحسين الشحات، وحسين الشحات بكل انكار ذات بيرجع لامام عاشور يحطها في المرمى. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ويا ريت نشير الفيديو عشان ياخد حقه. سلام.